الفيديو اللي فات قلت لك ان في مشكله بين بملك تسيميا ورئيس الاتحاد المغربي الحاج فوزي. بعد ما خلصت الفيديو قعدت اقلب الكلام في دماغي، ايه اللي يخلي حكم عنده مشكله مع رئيس الاتحاد؟ فضل الفضول عمال يلق في دماغي زي كره البنج، لحد ما غطست في جوجل ويوتيوب ورحت طالع لك قابل بالتفاصيل دي. اقعد بقى كده وتعالى ندردش سوا شويه. القصه بدات فين؟ في استاد القاهره. فين؟ ايوه هنا عندنا في استاد القاهره. بملك واقف هو وطاقم التحكيم بتاعه مستني يطلع على المنصه يستلم ميداليه، كان بيحكم مباراه نهائيه. هقول لك المباراه دي ايه وتفاصيلها ايه قدام شويه. واقف عادي مش فيهوش في دماغه اي حاجه، مستني يطلع على المنصه يستلم الميداليه. واذ فجاه يا مؤمن ينزل عمك الحاج فوزي ويروح مقرب من بملك وطاخ ايه واكله بالقلم. قلم؟ انت جايب الكلام ده منين يا بلال؟ اهو ده قلم، مش اي قلم، ده قلم خلاه عيط قدام الجماهير وقدام الاعلام وقدام الفرقتين وقدام الدنيا كلها. راح مقرب منه ودب واكله بالقلم. بملك يسكت طبعا، قعد يعيط زي ما انت حطيت لك في الصوره كده، بعيط بحرقه. المهم تاني يوم طبعا هما بالليل فكوهم من بعض وبتاع وخلاص، ده خد جنبه وده خد جنبه خلاص. تاني يوم بيروح بملك يقدم شكوى في رئيس الاتحاد المغربي، منطقي جدا، في الحاج فوزي، ما هو انت ضربته. الغريب بقى مش هنا، الغريب بقى ان بعدها ب 24 ساعة ايه اللي يحصل؟ حتة سسبنس يا برنس، شغل كده محمد سامي. نرجع بقى شوية، التاريخ ده كان 26/5/2019، نهائي الكونفدرالية ما بين نادي الزمالك وما بين نادي نهضة بركان. المباراة اللي كلنا عارفين خلصت بضربات الجزاء لصالح نادي الزمالك. ضربة الجزاء الأخيرة لنادي الزمالك حصد بيها البطولة، كان لعيب نهضة بركان دخل شاطها وجابر صدها وفازوا باللقب. الكرة دي الحاج فوزي قال لك الكرة دي ابو جابر اتحرك من على الخط ويجب ان تعاد. بملك راح اعلن خلاص الكرة سليمة واعلن فوز نادي الزمالك باللقب. الحاج فوزي ما عجبوش الكلام، راح نازل مشتبك معاه وراح ضربه بالقلم. يخلص الموضوع كده، بملك يقدم شكوى، حقه ومستحقه. الغريب بقى اللي حصل بعد 24 ساعة ان بملك بيتنازل عن الشكوى دي، رغم ان الواقعة موجودة ومتصورة قدام الدنيا كلها. يتنازل عن الشكوى، قول يا عم اتنازل عن حقه وهو حر. ايه اللي يحصل بعد كده؟ بعدها يوم 31/5/2019، اليوم ده يوم نهائي الترجي والوداد المغربي، المباراة الشهيرة اللي الفار عطل فيها في ملعب رادس في تونس. عارف مين اللي كان الحكم على الفار ومين اساس المشكلة؟ بملك. انت بتقول ايه؟ اه والله. يعني بعد مشكلته ب3 ايام طلع على تونس، قعد على الفار في نهائي دوري ابطال ما بين الوداد والترجي، المباراه اللي الوداد انسحب منها علشان الفار عطل. خدت بالك؟ وبعدها نادي الوداد انسحب لما قال له عدي دي وخد اللي جايه. فكده القلم اللي خده بملك رده للحاج فوزي، ده استقلام. خدت بالك ازاي؟ ايه الموضوع يا سيدي؟ بعدها كل واحد راح في اتجاهه، والايام تشيل وايام تحط وايام تودي. شفت الاتحاد الافريقي عمل فينا ايه؟ بعد بدل ما كنا بنتكلم نهائي وبنتكلم كوره وفنيات، ادينا بنتكلم عن قصه بملك والحاج فوزي. شفت ودونا لفين؟ وشفت البدايه كانت فين؟ كانت في مباراه الزمالك. ما بيجيلناش من وراكم غير وجع القلب. يعني بدايه القصه دي كلها والثمن اللي احنا هندفعه ده كله بسبب كانت مباراه الزمالك ونادي البركان. المهم الايام راحت وجت راحت وجت لحد ما هو المعلم جه قرر اعتزاله، وانت بتجيبه المباراه دي. هو دلوقتي قلم قصاد قلم، بس قلم بملك اتقل شويه. خدت بالك؟ فانت بتجيبه في مباراه للاهلي وللوداد، فانت كده بقى منتظر ايه؟ برضه وسط الكلام، انا مش هدفي اني بهاجم فوز الاقجع. انا يعني الراجل ده برضه في حته انا بحترمها فيه، وهي حته انه بيحاول على قد ما يقدر يجيب حق منتخب بلده وفرق بلده، يعني بيحاول يعمل لهم كل اللي يقدر عليه. هو اختلافنا معاه على الطريقه اللي هي يمكن شويه ممكن بيستخدم فيها حاجات المتاحه والغير متاحه، وهو شايف ان هو اللي بيعمله الانديه المغربيه والمنتخب المغربي محدش غيره يعمله. بس بوجهه نظري هو عنده حق، لان اللي بيعمله ده بصراحه محدش غيره يعمله، لان في حاجات زياده قوي. فدلوقتي انت بتعين المباراه النهائيه، ترى هل يحكم بملك تسيميا المباراه النهائيه بالعدل والشفافيه، ولا الحاج فوزي ليه راي تاني؟ ده هذا ما سنراه يوم الاحد القادم. الله يخرب عليك يا معتز ابراهيم الزعبلاوي، انت بص خلى دماغي اهدى يا جاد الحق. فده بيوريك ان الدنيا ماشيه تصفيه حسابات. يعني تعيين بملك كده معناها الامور ماشيه تصفيه حسابات، فهو ايه كده المنتظر منه يوم الاحد. تاني حاجه،
كان اساسها حته عدي دي وخد اللي جاي، ويا عم خدت البطوله اللي فاتت، طب ايه احنا مش هنخلص ولا ايه؟ فهو الاتحاد الافريقي كمان لما لقى كلام حته ان اخر مباراه ليه اخر مباراه ليه، طلع ملغوش وراح مطلع لك بقى البوست اللي حطه لك ده ان دي مش اخر مباراه ليه، وانه لسه هيستمر لمده موسم كمان. طب ماشي يا عم، هيستمر الموسم كمان، انت جايبه ليه ما بين واحد في بينهم مشاكل وفي خلافات وفي ضرب وفي قله ادب وبتاع؟ فالحدوته اللي حكيتها لك دي تقلق. هل بملك هيحكم بالعدل ولا هيقلق من الحاج فوزي؟ ده اللي هنشوفه وهنعرفه يوم الاحد ان شاء الله. بس باذن الله باذن الله النادي الاهلي ياخد البطوله رغم كل الكلام اللي بيتقال ورغم كل التفاصيل دي. باذن الله باذن الله النادي الاهلي ياخد البطوله وياخد البطوله رقم 11 غصب عن الحاج فوزي.